رئيس كوريا الشمالية أعنف وأغرب رؤساء العالم كله، يحكم دولته الغريبة التي تشبه سجنا كبير بالحديد والنار، ويخاف شعبه وجيشه وحكومته، فأي خطأ بسيط جدا يعني شيئا واحدا: الإعدام. وهذه قائمة بأغرب قرار إعدام معلنة نفذها الزعيم الغريب كيم جونغ أون. الإعدام بصاروخ. لم يكن يعلم وزير الدفاع يون يونغ تشول والذي يترأس أهم منصب عسكري في البلاد ماذا سيحدث له. ففي عرض عسكري كان الوزير منهكا بسبب الإعدام للعرض لأيام، فباغته النوم ونام لدقائق وهو بجانب زعيم البلاد كيم جونغ أون. بعد انتهاء العرض يقبض عليه بتهمة عدم الولاء والتقليل من احترامه للزعيم وللوطن، ويتم الحكم عليه بالإعدام. وفي حضور مئات الجنود والوزراء والحكومة يتم تنفيذ حكم الإعدام عليه بضربة بصاروخ مضاد للطائرات من مدفع أرضي. الإعدام بصخرة. نفس الخطأ تكرر مرة أخرى، إياك والنوم في حضور الزعيم. وهذا ما فعله وزير التعليم ليتم اتهامه بعدها بأنه فشل في تنفيذ تعليمات الزعيم في تطوير النظام التعليمي، ويتم إعدامه بإسقاط صخرة ضخمة من على ارتفاع 20 متر عليه. الإعدام بالكلاب المفترسة. لا عزيز ولا قريب للرئيس الكوري، فزوج عمته المفضلة وأبيه الروحي الذي دعمه وساعده للوصول للحكم لم يسلم منه. فحينما كان يقلد الرئيس الكوري منصبا مهما لم يبدل عن فرحة ولم يصفق بحماسة. وحينما تمت مراجعة التسجيلات السابقة لعمه في مناسبات عديدة وجدوا أنه لا يصفق بحماسة دائما، وأحيانا لا يصفق أصلا. ليصدر الحكم بإعدامه فيضعه في غرفة مغلقة ويدخل عليه 10 كلاب مفترسة تأكل لحمه أكلا. وبعد أن تم تنفيذ حكم الإعدام وفي الاجتماع الوزاري في اليوم التالي يصطحب معه رأس زوج عمته في صندوق زجاجي أو ما تبقى منه، ذهب الزعيم كيم لمواساة عمته بعدها وتقديم واجب العزاء بكل حب وحزن على ما حدث لعمه. إعدام العمة. لم يتحمل الزعيم كيم أونغ يونغ أن يرى العم حزين على فراق زوجها الحبيب، وتكسر قلبه من حزن العمة، فطلب منها أن تشرب السم لتذهب لزوجها الحبيب. لم تقبل وخافت العمة، فجلب لها زجاجة كولا ومزج بها السم وأجبرها على أن تشربه، لأنها كانت من الواضح تخاف من طعم السم وليس السم نفسه. الإعدام بقاذفة اللهب. كان وزير الأمن صديقا مقربا من زوجة عم الزعيم كيم، والذي تم إعدامه بتهمة عدم التصفيق بحرارة، لذلك صدر الأمر بإعدام وزير الأمن بتهمة الخيانة لأنه كان صديقا مقربا. وتم تنفيذ حكم الإعدام بأفظع طريقة، حيث تم ربطه وإحراقه بقاذفة لهب وهو على قيد الحياة. الإعدام رميا من الطائرة. حينما تم افتتاح مطار جديد بعاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ وذهب الزعيم الأوحد لافتتاحه، لم يعجب الزعيم بتصميم المطار كثيرا ليأمر على الفور بإعدام المهندس المنفذ للمطار. فتم اصطحاب المهندس لمروحية عسكرية وتم فتح المروحية ورميه وهو على قيد الحياة من على ارتفاع 20,000 قدم، وبالطبع مات المهندس. الإعدام بسبب السلاحف. يعشق زعيم كوريا السلاحف، بل أن لديه مزرعة خاصة يجمع فيها السلاحف. وحينما ذهب لزيارة مزرعته فوجئ بأن أحد سلاحفه المفضلة قد مات وهو في عمر الشباب. ليتهم مدير المزرعة بالتقصير ويتم تنفيذ حكم الإعدام على المدير على الفور في حضور السلاحف. الإعدام بسبب فيلم تايتانيك. مهندس آخر كانت تهمته غريبة، فتم القبض على فتى كان يشاهد فيلم تايتانيك، وحينما تم استجوابه اعترف أنه كان مهندسا يقوم ببيع الأفلام بعد تحميلها من على الإنترنت بطريقة غير شرعية، فيتم القبض عليه هو وعائلته ويتم إعدامه في ساحة عامة بالرصاص أمام زوجته وأطفاله.